يعني واحد راجل قال انا مش عايز اروح موسم الرياض، ده حق، وانتوا تطلعوا تشرشحوا له على السوشيال ميديا مع ان هو اللي على حق وانتوا اللي على باطل. يا خوا هو محمد صلاح ساكت ليه؟ محمد سلام بيتكلم ليه؟ يا النهارده جاي ادشملك انت واللي يتشدد لك اللي هو بيصرف عليك، بس انا هبدا باللي يتشدد لك الاول لان انا بحب ابدا بالبطاريق. مساء الخير. انت مالك يا اخويا قاعد منجعص ليه كده؟ انت ناوي تطلع بومبا ولا ايه؟ ومن موسم الرياض اليسا وتامر عاشور أصالة. اخواتنا بيتدبوا وجنبكوا جرانكو وانت رايح تجيب لهم تامر عاشور واليسا واصاله. تامر عاشور عشان اغانيه كئيبه ماشيه مع المود اليسا عشان دي صاحبه اغنيه الحضن فتعرف ازاي تحتويها. اما اصاله جايبينها عشان تديهم 60 دقيقه حياه بلس جيم كمان في بابجي. ايه اللي ودانا بتسمعوا ده؟ ايه يا اولاد أتمنى أن الكل اللي يبغى يحضر اللي يبي يحضر يبقى ابن وزة، ودي عينة من ابناء الوزة اللي رايحين هناك عشان يهبشوا اخواتهم على بعد كيلوهات بيتفنشوا. انتوا جننتوا في عقولكم ولا ايه؟ يا معرفين يا كلاب يا اولاد الوز. موعدينكم إن شاء الله بمفاجآت كبيرة. مفاجآت كبيرة؟ انت عارف ياض ايه اللي كبيرة؟ كبيرة قوي لدرجة ان انا شاكك انك بتاخد فيها حساباتك البنكية يعني. تعطونا ملاحظاتكم. انت عايز الملاحظات بتاعتنا كجمهور يعني على موسم الرياض السنة دي؟ والله احنا كلنا ما عندناش غير ملحوظة واحدة بس. يا راجل انت جاي تفرسنا وتستفزنا مع الاعتذار على كلمه راجل ان انا مش هقدر اجل موسم الرياض وهعمله. قولوا لي ملاحظات. مش هتقدر تاجل موسم الرياض ليه؟ هو موسم الحصاد درع مربوط بوقت ما ينفعش تاجله. ما تنايل تاجله. تسالنا عن الملاحظ يا اللي تنشك في التزاطيط. الآن في مسابقتين. في موسم الرياض السنه دي عاملين جايزتين، جايزه الاوسخ وجايزه الاعرض. طبعا كلنا عارفين مين اكتر واحد جدير بجايزه الاعرض. إن شاء الله السبت نفرح كلنا بافتتاح بوليفارد هول. ده بدل ما تقول يوم السبت ان شاء الله نروح نفتتح القدس، نروح نفتتح في خاي اوف احد راعي من ورا، يقول انا رايح نفتتح موسم رياض ومش عارف ايه. انا بيحضرني المثل الشعبي اللي بيقول اجمد يا بتاع لانك هتشيل كتير من رعاع. أتمنى أنكم تستمتعون بالموسم. احنا مش هنستمتع بالموسم، احنا هنستمتع بالمومس اللي باع رجولته وباع نخوته وباع عروبته وباع اخلاقه في سبيل ان هو رايح الموسم ده عشان يهزل. والله العظيم يلا نشوفكم على خير. بيك تايم. ايه ده انت هتغور خلاص؟ يا ما انت كريم يا رب الحمد لله. طب استنى بس قبل ما تمشي نزلك بقى الفيديو تاني بس المره دي هنعمل له ريفيرس. شوال الرز حول لبرميل ترشي وبدأ يطرطش ويلغوص عليه. ايه بيقول له عندما يزايد التافهين علينا، قال يعني محمد سلام تافه وانت بقى اللي ما شاء الله عالم. هو ده مخترع القنبله الذرطيه. انت لا شيء الله. سلام حرقه حرقتين، حرقه في الفرده اليمين وحرقه في الفرده الشمال. فالتويته بتاعته دي الفرده اليمين راح يلبسك عليه العمرو اديب فراح هابد التويته دي. لا احد يزايد على دور السعوديه. هو مين دلوقتي اللي جاب سيره السعوديه؟ الراجل بيقول انا مش هروح موسم الرياض لان دول ناس بترقص، ما جابش سيره السعوديه. بس طبعا دي طريقه عمرو يبين الحوار ان السعوديه قال هو خبط في السعوديه عشان يقوم السعوديين عليه فتبقى المصريين والسعوديين، فيجي بعدها يقول يا جماعه هدوا الفتنه ويولع خالص سلام. احنا فاهمين طريقتك يا عمرو. انت طلعت وسخ وساخه. جانب حلم ولا مو حلم انك تشوف كريستيانو رونالدو؟ بص عمرو اديب باصص له ازاي لما قال له هو مش حلم انك تشوف كريستيانو، تحسه عايز يقول له والله هو الحلم ان انا اشوف جورجين. بعيد عنك يا سعاده الباشا مديني في البيت واحده محسوبه عليا حرمه وفي الحقيقه هي حرمات وكبائر ما تطاق. تحسوا الناس انهم سلعه تنشر وتنباع، الناس مو كلهم كذا. طبعا مش كل الناس بتتباع وسلعه، وكما هو الوحيد اللي ما اتباعش وما بقاش سلعه في الموسم ده محمد سلام. انت طلعت فرشطته ومرمطته على السوشيال ميديا. في نوعين من الناس، في محمد سلام وفي بقى الباقيين ودول كلنا عارفينهم. انتوا كلكم علم خواجات والله. عمرو اديب صناعه سعوديه. عمرو اديب صناعه سعوديه ازاي؟ يعني لو قلبناه كده وفتحنا التيكت اللي ورا ناحيه الهمبول هنلاقي ميدن مملكه. هو عايزين تخلوه صناعه سعوديه براحتكم يا، بس دي حاجه على فكره عيب في حق الصناعه السعوديه لان دي معناها انها صناعه رديئه جدا. اردأ من الاطباق اللي بتتباع في العتبه ب 2.5 يقول لك ضد الكسر بعدين تشتم تفرشط منه. اغلب عمري بشتغل في محطات سعوديه. انا اغلب عمري في محطات سعوديه، يعني اشتغلت في شيل واشتغلت في توتال، ياما مسحت ازاز في موبل، وساعات كانوا بيدخلوني اشطف الناس في اونزران. فجاه جابوني محطه سعوديه قالوا لي اتكلم، لقيت نفسي قدام مايك فاضطريت اضرب بقى. انت صناعه سعوديه. هو عمرو في الاخر هيطلع دبدوب محشي قطن ولا هيطلع الحصاله القديمه اللي هي دبدوب بكرش كده كل ما تحط له حاجه من ورا يسقف؟ يعني ايه صناعه سعوديه؟ انا مش فاهم. ما مصر طول عمرها بيجي لها ناس من كل حته في العالم، عمرنا ما قلنا دي صناعه مصريه. يعني عادي هو اللي موجود هو هنا تمام. اشمعنى انت قفشت في عمرو وقلت صناعه سعوديه؟ ولا عشان نعمل فرق ما بين مصريه وسعوديه ونسخن الناس على بعضها؟ يعني لا بنعرف نتكلم ولا بنعرف نفكر ولا بنعرف يبقى عندنا ذوق. انت حرفيا انت خرا في خرا. وانا ليا الفخر كمان. وانا ليا الفخر يا باشا. وانا لبست بدل وجبت بواريك للمدام والبطه حكلي زور غير لما قفشت الريالات بتاعتكم. هبيع يا باشا هبيع. وبالتاكيد راح تغطي امبولتنا. يعني كل ما احنا نعك انت تلم ورانا كده وتغطي، لان احنا بنعطيك الريال عشان تغطي امبولتنا من العيال. بتوع السوشيال ميديا دول معروفين ما بيصدقوا يلاقوا امبولتنا متشلح. تحس امبولتنا كانها مغناطيس لصوابعهم. اول شيء تشتغل في مؤسسه ايش؟ في مؤسسه وسخه حضرتك. هل هتحتاج المملكه
شركة عربية سعودية تشتري إعلامي عشان يشكر فيها. لا، ما انتوا ما اشتريتوهوش عشان يشكر فيكوا، انتوا اشتريتوه عشان يشكر للي ما يجيش على هواه. للتوضيح هنا الكلام مش عن السعوديه والسعوديين، الكلام عنك انت والفئه اللي معاك. السعوديين شخصيا ما بيطيقوش عمرو، والله يا عمرو انت لا المصريين بيحبوك ولا السعوديين، مش بعيد تلاقي تركي شخصيا ما بيطاقش. اكبر دليل انه حارقكم انكم اطلقتوا عليه شراشيحكم. انت تطلع تشتمه وعمرو يطلع يهلهله وما اعرفش مين طارق الشناوي ومين واحده اسمها رشا المهدي وناس تانية عايزه تاخد فلوس. ده اكبر دليل ان انتوا اتحرقتوا من كلامه، وده اكبر دليل ان هو كلامه على حق، ان الحق بيحرق وبيوجع وبيخلي منظر الباطل كلوت مخروق. فده يخلينا نبقى ورا سلام اكتر وندعمه اكتر ونتاكد ان هو راجل اكتر ونتاكد ان انتوا هلاهيل اكتر. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. صدقتوا انه رخيص بيزيط ويهيص. ما عنديش مشكله مع اللي بيقرر يبيع نفسه، هو واضح ان انا ببيع نفسي للي بيديني فلوس. لكن عندي بقى مشكله مع المغيب اللي لسه لحد النهارده بيسمع مذيع بيبيع نفسه ويصدقه ويمشي ورا كلامه. عبيط هلا ولا ايه؟ واحد يقول لك في نفس اللقطه محمد صلاح انت لازم تتكلم، ما ينفعش دي قضيه مهمه، يجي له اوردر اشتم في ده، يشتم فيه ويقول له ما تتكلمش عن نفس القضيه المهمه اللي كان عايز صلاح يتكلم عنها. لو عندك مبدأك هيبقى واحد على كل الناس. سيستم ان هنشتغل بالفلوس يبقى زي كده زي الاي تي ام اللي يعدي الكارت من الفلق انت على طول تطلع له اللي هو عايزه. رب ابنك يا شيخ عشان ما يبقاش زي تركي آل شيخ. يعني يا ريت يا جماعه بس نربي عيالنا انه من الادب ومن الذوق ومن الدين ومن الاخلاق لما يبقى عندك جار عنده حد ميت يعني ما تحتفلش ما تهزش ما تعملش مراعاه لمشاعره. يعني بدل ما الواد ما يترباش على الحاجات دي من وهو صغير يكبر فجاه يبقى تركي آل شيخ وكل الامه كلها تدعي عليه.